الفار جاب له اللقطه دي وفضل مثبتها له وما جابلوش تكمله اللعبه. لما نشوف مع بعض تكمله اللعبه هتلاقي ان الكره بعد ما جت في يد لعيب نادي الزمالك راحت على يد زميله زي ما احنا شايفين مع بعض. انا بقى مستغرب ليه الفار ما جابلوش اللقطه ديت. يعني هنا في لمسه يد على لعيب نادي الزمالك واضحه جدا، مفيش حاجه اسمها بقى المسافه قريبه. لا، اول حاجه نشوفها مع بعض هي ضربه الجزاء اللي اتحسبت لفريق نادي الزمالك. اول حاجه هنا الفار جاب اللقطه ديت، هل هنا في لمسه يد ولا لا؟ طبعا لما نشوف مع بعض كده من الزاويه الاماميه هتلاقي ان الكره ما جاتش في يد لعيب نادي الزمالك. لكن هنا الفار مع تكمله اللعبه حب يقول للحكم ان قدم لعيب بتروجيت كانت ثابته على الارض ولعيب نادي الزمالك هو اللي عمل معاه الالتحام، فهنا مفيش تعمد وكان المفروض الحكم ما يحسبش ضربه الجزاء. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لعيب بتروجيت. هنشوف مع بعض كده هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا الحكم حسب ضربه جزاء وبعد كده رجع للفار ولغاها. لما نشوف مع بعض كده هل فعلا في ضربه جزاء لبتروجيت ولا لا؟ اول حاجه هنا برضو الفار جاب له اللقطه دي وفضل مثبتها له وما جابلوش تكمله اللعبه. لما نشوف مع بعض تكمله اللعبه هتلاقي ان الكره بعد ما جت في يد لعيب نادي الزمالك راحت على يد زميله زي ما احنا شايفين مع بعض. انا بقى مستغرب ليه الفار ما جابلوش اللقطه ديت. يعني هنا في لمسه يد على لعيب نادي الزمالك واضحه جدا، مفيش حاجه اسمها بقى المسافه قريبه، لا المسافه بعيده تماما ما بينه وما بين زميله. يعني هنا الكره وهي جايه من زميله في مسافه بعيده، بعد كده راحت لليد. طبعا هنا خطا كبير من الفار انه ما يجيبلوش الزاويه كامله. نروح للحاله اللي بعديها، هنا لعيب بتروجيت كان بيطلب ضربه جزاء. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي فيه دفعه في ظهر لعيب بتروجيت من لاعب الزمالك زي ما احنا مش شايفين مع بعض. هنا الحكم ما حسبش حاجه وكمان الفار ما اتدخلش وجاب الحكم يشوفها. وممكن واحد يقول لك دي دفعه عاديه في الظهر وبتعدي. طيب ما برضه لعيب بتروجيت عمل دفعه مع حارس مرمى نادي الزمالك والحكم حسب مخالفه عليه. يعني هنا الحارس بعد ما دخل بالكوره المرمى الحكم حسب مخالفه على لعيب بتروجيت علشان في دفعه في دار اللاعب. طب ما هنا في دفعه وهنا في دفعه، يا اما هنا يبقى في ضربه جزاء لبتروجيت ما اتحسبتش، يا اما الكره دي عاديه ويبقى هنا برضو في هدف لبتروجيت ما اتحسبش. نروح للحاله اللي بعديها، هنا هتلاقي لعيب نادي الزمالك بيستخدم اليد مع لعيب بتروجيت زي ما احنا شايفين مع بعض. الكره دي اتحسبت فاول على لعيب بتروجيت. الكره دي لخصت التحكيم في المباراه. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه نادي الزمالك وفريق بتروجيت.